هربت من أهلها بسبب عشقها للرقص وحياتها مليانة بالأسرار والحكايات، وبذكاء الأنثى اخترقت بوابات النجومية. تحية كاريوكا أجدع ست عرفتها السينما المصرية. اسمها الحقيقي بدوية محمد علي، من مواليد 22 فبراير سنة 1915. اتولدت تحية في محافظة الإسماعيلية. تحية كانت مولعة بعشق الرقص، وده كان باين عليها من صغرها، فدايما كانت ترقص في أفراح الأقارب والجيران، لحد ما لاحظ أخوها إنها مش مجرد طفلة بترقص، لأ ده بترقص ولا أجدع راقصة، وعلشان كده ضربها ومنعها من الخروج من البيت بشكل نهائي. لكن اللي كان خايف منه شقيقها حصل، وبمجرد ما وصلت تحية لسن ال16 هربت من البيت على القاهرة، وهناك اتعلمت الرقص ومارسته في أكتر من كازينو. اتميزت تحية بقدرتها على أثر قلوب المشاهدين، فكانت بتمتلك جاذبية وجدعنة مش عند غيرها، وعلشان كده اشتهرت بالست الجدعة اللي ب100 راجل، وفي كل مرة كانت بتثبت ان الرجولة ما خلقتش بس علشان الرجال. حياة تحية الشخصية كانت مليانة بالأسرار، وده بيرجع لزيجاتها الكتير، فتحية اتجوزت 14 مرة، لكن زيجة واحدة اللي صرحت عنها وقالت دقت معاه معنى النعيم، وهي كانت جوازتها من محمد سلطان. قالت كان شاب رائع من عيلة ثرية جدا، دوقني أنا وأهلي الحلو كله، واتطلقت منه علشان أشتغل، كنت رافضة فكرة تحمله مسؤولية أهلي وشيلوا أعباء مش بتاعته. وفي لقائها مع الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود قالت كل مرة الجوازة كانت بتخلص بسرعة، لكن جوازتي من رشدي أباظة كانت أكتر جوازة حاربت عشانها وكنت أتمنى إنها تدوم. صحيح عشت مع رشدي 3 سنين ونص، لكن كان بالنسبة لي أجمل سنين عمري، كنت حاسة إني في الجنة مش على الأرض، وبسبب الخيانة انتهت الجوازة. وأضافت رشدي كان أكتر راجل حبيته وهو كان عارف ده، وعلشان كده وصى يكتب على قبره لا أريد زيارة أحد إلا تحية كاريوكا.